السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسعاده وبسلام. النهارده فيديو جديد وحلقه جديده. كريستيانو رونالدو الدون CR7 يخرج عن صمته ويكذب كل الشكوك. كلنا الفتره اللي فاتت شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا في الاخبار كلام كتير جدا ان كريستيانو رونالدو عايز يمشي من النصر، وان هو شايف ان البنيه التحتيه في دوري روشن السعودي مش عاجباه، وان كريستيانو رونالدو يفكر في الرحيل. كريستيانو رونالدو يفكر في العوده الى اوروبا مره اخرى. كريستيانو رونالدو اخيرا بيخرج عن صمته وبيرد على ده كله امبارح في تويته رسميه على الصفحه الرسميه لنادي النصر، لنادي نصر في دوري روشن السعودي. غرد النجم البرتغالي هدون كريستيانو رونالدو ان هو باقي مع نادي النصر، وان نادي النصر هو بيته الجديد، وان هو مهتم جدا بالفريق الفتره القادمه. مش بس كده، صرح كمان كريستيانو رونالدو ان هو متفائل جدا بالعام المقبل، وهيشوف ان العام المقبل هيكون مليان بالبطولات لفريق النصر، وان هو شايف انهم العام الجاي هيعملوا بطولات وهيحققوا نتائج اكتر من النتائج دي. معنى كده ان كريستيانو رونالدو باقي في النصر؟ ايوه باقي في النصر على تصريح كريستيانو رونالدو وعن كلامه هو شخصيه وتويته نزلها كريستيانو رونالدو من حسابه الرسمي، ان هو بيعتبر نادي النصر منزله الجديد، وان هو متأقلم في نادي النصر، وان هو مرتاح في اريحيه كامله، وان هو بيتفائل بنادي النصر الفتره القادمه. بناء على ده فان اي حاجه اتقالت عن كريستيانو رونالدو كده يعتبر ان هي مجرد بروباجندا على السوشيال ميديا مش اكتر، لان اللاعب طلع ونفى الخبر بنفسه، واللاعب نفسه طلع واكد بقائه ووجوده في نادي النصر. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واللي بنزله ده من يعجبكم. لو انت مهتم باخبار الكوره لحظه بلحظه ما تنساش تعمل لايك عشان يوصلك كل اخبار الكوره. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله رب العالمين. سلام.